يعدلا فقم فأنت كيم هزت تمييزا فاعلا من عمري ومضاف إليه شوق قديم فكم أنني جدير بنصب وارتفاع مع قبضة لا يريم عدل الخلق عالم ناس شيخي أنت فاروق ناصر مستقيم والجواد الكريم تواتى في رعد الأحباب الجواد الكريم والتجفني سيفا جميم العطايا سرت من ذا الأسواق تباهيم أعطني ما لا ينبغي لسواري فوت كل مشاق هذا الحميم مطلبي أن أكون ساقي خمره دمه ومني نعيم مطلبي أن أكون ساقي خمره دمه ومني نعيم مطلبي أن أكون قربا فريدا للبرايا غير هذا أشيم فوت كل الأقطاب فيا مهبا فائقا للأقران فيك يهيم يا أبا العباس الكريم فداري عاشقا نابه عذاب أليم نابه الأنواع وعذاب عذابي يتلاشى منه عذاب الجحيم هو إبراهيم عبد الله في اضطرار وهو قريب يتيم أمر كل وجود فيك في شيخي من كريه السموم منك نسيم مطلبي وفة الإمام سريعا وصراطا يهدى لنا مستقيم ثم أيضا خاء وهاء سريعا ثم يخشى خيل وجيم يدوم ثم نور من بعد النور وغيم ثم سين وبعدتي كميم ثم لي فيك مطلب أنت تدري وعيون الأعداء عني تنيم حاك بكرا وانقل لها مع شيخي للبنات الأبكار مع الجسيم سيما بكل وصفها هنا يدلا وصفك المنتقى الجميل الكريم ليس فيها عيب سوى فقد كفر ولها كفر أنت يا الزعيم والصلاة على إمام البرايا ثم آل وصحب كل النجوم بعدما عاش شيخنا فهمي شد في ذاته بالبرهاء حرة القلب دائما بازدياد لاتقاء ما ناله الأولياء حين شدت حرارة القلب فيه قال يدعى لنا من الصفهاء ثم قال الإمام ليس يسيرا ذلكم كان عندنا نساء إن في ذا اجتماع القوم نساء ليس هذا ينتهى الأمناء ثم مات القطب الفريد في شوى للبسمه الخميس حق رساء ذلك العام هام يشوف فيه لأيام أتى الإمام الجراء حضرت الجنازة كثرا من كرام وفيهم صلهاء حين همل الإمام في لطف رجب بازدهام قصانه العلماء بعد دفن الإمام كوسر نفس لادخار فإن ذاك شفاء مرحبا بشيخ تجاني أمينا بالقدوم
للكون فيه شفاء